الشداد عتاد يسمى عتاد مطيه، هو كامل عتاد مطيه، ولكن فيه بعض التفاصيل. هذا عتاد يستعمل للركوب، يستعمل للحمل، ويستعمل للزينه، ويستعمل ركض المدى، ويستعمل ركض الشارع الاول قبل. وفيه التفاصيل. هذا الشداد، الشده نوعين عندنا نوع. هذا نحن هذا شداد يسمى. هذا شداد الكوب، هو مسمى شداد. نعم. لكن العتاد هو مختص العتاد كامل، لما تقول هذا عتاد مطيه. العتاد مطيه، هذا عتاد من شداد ومن غيره. من شداد ومن غير هذا عتاد. نعم. هذا يسمى عتاد، والشمال يسمى عتاد مطيه. وفي التفاصيل. الشمال الروحه جزء من عتاد مطيه، وهذا عتاد مطيه. عتاد مطيه كامل جازي، فيه تفاصيل كما نفصل نحن. إذا نعرف تفاصيله كامل قلنا هذا شداد. هذا فيه بعض النواقص اللان، ناقص لنا مثل الحصره، والحصره موجوده. نعم. ناقص لنا مثل الفراش، مثل ما ذكرنا الخليج والساحه، وهذه لا حق واحد يوم بيتها بيشيل. نعم. هذا ما هم موجودات. المطيه سكانها خطامها. المطيه هو مركبي، دري ولها مركبيها. المطيه سياره سايقه سوقها، لكن خطامها. فالادب يحطون الخطام ويحطون فريج للصعب. الفريج يقبضها في ريله ينب الابهام، يجي ينب الحاشي، ويحط له الريال مد بالصعب في ابهامه، والخطامه ينب هذا يقبضه حتى يجديه. يوم يجر في اليمين صدت مطيه يمين جذب العصا، يوم يجر يسار صدت من اليسار، حتى يعلمها يمين يسار بالدار. فرها منا بالخطام. يجرب بالفريج شوي ويدقها بالعصا حتى ياخذ، حتى تستطلع تعرف من تيار خطام نجحت عليك. هذا قلنا مطيه تبدا الصعب بخطام وفريج. وفي نوع ثاني اللي هو يقول الخزام اللي حط في خشم المطيه، مثل قال خزام ادب بعير هذا المنذيله. هذا خزام ما دول بعير الا هلبت المنذيله. ما دول بعير الا هلبت المنذيله. هذا في المطيه العزوم اللي ما يرومونها حط لها هنيها سماه خزام. الخشم وحطوا له شعاره من ذيل هني وحبل. يوم دايس يروه براسه البي حتى يتعلم ويصخ ويريح. هذا خطام. الخطام روحه فيه 3 فصائل، يتكون من خناقه، ويتكون من حشمه، ويتكون من مقود. والمقود فيه غرفه بعدين. ها الاول يوم يركبون فار قال له حط الغرفه في يدك، لا يطرحك البعير يشرد. حطها في يده، لا يطرحك البعير يشرد. شو تسمى هي غرفه؟ غرفه تسمى قلسه. هذه قلسه مصاويه من الحبل. يوم يركب الفرخ حطها في يده تم قابض. يوم يطيح ما تمطيه تناشب عنده، ما يرد ما تم هو طايح. هذا عاد الاوليهم هاي زينها. يعني الخطام روحه، حتى الخطام اللي هو الخطام يتكون من 3 اشياء. ابو خليل هذا الخطام يتكون من خناقه وحشمه. الخناقه اللي تي في رقبه المطيه، والحشمه يوم يحشمون يوم بحشم مطيه على الخشم. وهذا مقود. نعم. وهن فاصل بين الحشمه كبار شوي والمقود شوي ادق، والخناقه ادق شوي منها. ما سويناها نوعين مشان تعرف. وهذا مقود يقودها. مقود يسمى مقود يقعد. وهذه قلسه. وهذه قلسه. القلسه هاي فيها غرفه مشان اليد يوم بيركب ولا شيء، ولا بيربطها في سياره ولا شيء. وقيد معروف، بيقيدها حتى الصعب اول ما يبغون يمرحونه شفتوه بقيد يكسرون بعدين يبرك. يوم يبرك الصعب وين يقولونه ما يبرك، ربطوه 3 أيام 4 أيام وتم راعيه يقوده العصر. شفتوه يوم يمرحه قبل 3 يوم قبلها شفته وتم يداور بعدين يبرك. يوم يبرك صخه ويود عليه ويود فتح قيده وهو بارس وتنام ظهره، ولا عنده حد يقلص به، ولا عنده حد يقود به شوي. وخطامين يمين ويسار سرحها شوي. عقب كم يوم قال استطلع يقعد توطيه الرقود. هذا ما يجوز على الخطام. قياسات هاي يوم بيفركونهن القيد هذا لما تفركه تقايسه على الركبه من قدام كذا يركبك دي قيد. الخناقه هاي بسويها الاول العرب مشان قياساتهم، حطها قبس الحبل على سفرته. يوم تقاسيه فرك الخناقه شو رقبته حط على راسه على قياس سوى خناقه. جاب الحبل قام مسفر حطها على راسه شيها قايسه على راسه ورد فركها ويا خناقه. والمقود هذا
قاسه باعين او باع وكسره ما ثلوث